ايش نصيب طول عمرك ابو ماجد من شعراء البقوم اللي تسمع لهم دائما طول عمرك؟ شعراء البقوم بالنسبة للنظم أو لا المحاورة، خلينا في المحاورة. والله شوف شعراء البقوم ما شاء الله كثيرين ما شاء كثيرين يعني، وكل منهم له باب في الشعر وله جمهوره وله ولكن احنا يمكن بالنسبة لي أنا يمكن يكون شوي قديم يعني عن الوقت ذا. يعني أنا أتكلم مثلا لو تكلمنا عن شعار المحاورة مثل المعنى الله يرحمه، الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله، مثل فيصل، مثل مثلا ابن جرشان، يعني هم اللي كنت مستمع وما زلت مستمع حتى أما بالنسبة للشباب اللي الآن في الوقت الراهن والله أنا معجب فيهم كلهم يعني حقيقة، لكن فيه منهم اللي أنا أحفظ اسمه وأقدر أسميه، وفيه منهم والله اللي غايب، وأنا ما ودي إني أظلم واحد على واحد، لكن أقول كلهم فيهم خير وبركة ان شاء الله كلهم فيهم خير وبركة. طيب طول عمرك، احنا في موضوع نبي نتكلم عنك فيه طول عمرك، ونبي نستأذن صاحب الشأن ان شاء الله منه. الان طول عمرك الشاعر العلم محمد بن جرشان، بصراحة القبيلة يعني انا في وجهة نظري انها مقصرة معه. ما رأيك في عمل تكريم للشاعر محمد بن جرشان؟ والله بن جرشان يستاهل تكريم معنا. ويستاهل كل علم طيب حقيقة، لكن طبعا هذا الشيء يرجع له هو، إذا يرجع له هو إذا بيوافق، لأن ممكن بعض من الشعار ما يكون له رغبة. هو الله يطيل بعمره ويعطيه الصحة والعافية، من الناس اللي ما يحب الظهور إعلاميا، مع العلم أن إحنا طول عمرك دورنا شبكة قبيلة البقوم الرسمية، وأعتقد في كذا من القنوات الفضائية بعد حاولت أنها طول عمرك تعمل معه لقاءات، ولكن ربما تكون أشغاله أو ربما أنه يكون عنده قناعة شخصية ما عاد وده بالمقابلات، لكن الله يعطيها العافية إن شاء الله وطولة العمر إن شاء الله. طيب طول عمرك. محمد بن جرشان يعني أكبر من أنه شاعر، يعني أكبر من اسم الشاعر. محمد بن جرشان مدرسة شعرية، مدرسة شعر يستفيد منها الشاعر. أنا أشوف محمد بن جرشان أنك لو الشاعر اللي يجلس مع محمد بن جرشان حتى لو 10 دقائق ولا نص ساعة، فهذه تعتبر في مسيرته الشعرية أنها فائدة كبيرة للشاعر. نعم. يعتبر مدرسة أكبر من شاعر. أبو ماجد، في الأوان الأخيرة انتشرت في القنوات الفضائية المسابقات الشعرية، ومن المعروف أن هدفها مادي. ما رأيك في أبناء القبيلة طول عمرك اللي يتجهون للمسابقات الشعرية المالية؟ هل يستحقون الدعم بصراحة؟ والله أنا يعني أتكلم عن رأيي الشخصي، يعني بالنسبة للدعم يفضل اللي عنده مبلغ ويبي يدعم الجمعيات الخيرية في تربة، يدعم جمعية تحفيظ القرآن، يدعم أما بالنسبة للشاعر ما يحتاج للدعم. كلمة الشاعر هي اللي تجذب، وجزالة قصيدة هي اللي تجذب هم الآن طول عمرك يقولون إيش الشعراء بالمجمل، يعني مش شعراء قبيلة البقوم أو غيرها، لا، يقول لك أنا علشان أوصل للسلم الأخير لابد أني أشترك في المسابقات الشعرية. أنت يا سعيد الظاهر أنك أعتقد أنك مخطط، لكن إحنا نبي نسكر الطريقة هذا طول عمرك. أبو ماجد مرة مقنعني يقول مسابقات مرة، لكن أنا بالنسبة للمسابقات هي الشاعر ضد التصويت، لكن هو الشاعر مجبر على الشيء هذه الآلية الموجودة قدامك الشاعر، فأنت مالك خيار ثاني. وعشان توصل، وهي المسابقات اليوم أنت شاعر لو أنك تكتب ذهب، لكن بدون ما تطلع من خلال المسابقات هذه ما حد يعاين فيك من الجمهور. لا يعني للأسف الجمهور اليوم صار يبني على المسابقات هذه للأسف. هذا دوما يا أبو عايض، وأنا صراحة ماني مقتنع فيه. أنا بقول لك شغلة، يعني أبو عايض هو كلام ترى صحيح، يقول لك إن ما عاد في وسيلة إلا بالطريقة هذه، لكن الآن بعد التطور وبعد الإنترنت وبعد ما أعتقد أن هذه الوسيلة الوحيدة. يا أخي البيت إذا كان بيت جزل ولا ورنان
تلقاه في كل المنتديات، في كل بس وهذه انا معك. برامج التواصل الاجتماعي الان طول عمرك صارت دعايه قويه، يعني عندك برنامج الواتساب، عندك برنامج تويتر، عندك المنتديات. انا معك يا ابو ماجد، انت ابو فارس، لكن اليوم الناس صارت يعني انت كشاعر اذا صار مالك تواجد اعلامي ما ينظر لك حتى يعني بغض النظر، يعني صاروا ينظرون للشاعر بتواجده الاعلامي، ما ينظرون لقوة شعره او تميزه في الشعر ولا يعني تواجدك الاعلامي هو اللي يحدد الجمهور معك. هذا ما هو عشان بس ما يحدد قوتك الشعريه كشاعر. لا طبعا. يعني انت لو الشاعر، اذا في شاعر طول عمرك عنده شاعر بسيط وعنده دعم اعلامي ودعم مالي ودعم، صدقني ما راح يوصل مستوى الشاعر الحقيقي. نعم صح. ما راح يوصل مستوى شعريا، لكن كمتابعة جمهور ومتابعة الإعلام ولا حتى والله ما أعتقد الحضور يعني الإعلامي راح الجمهور ترى الجمهور ذكي ترى ومتذوق. الفترة الأولى كانوا الناس ما عليهم، لو انك نجم اعلام كان يسمع شعر فقط، ما عليه منك انت معروف اعلاميا او غير معروف. لكن اليوم الجمهور اليوم صار ايش؟ انت معروف اعلاميا خلاص، يعني انت متميز. ما انت معروف اعلاميا انت غير متميز حتى لو انك متميز شعريا. هذا هو اللي صار اليوم، فرض نفسه الظهور الاعلامي في الوقت الحالي. ابو ماجد، انت ولا رفضت انك تسمعنا من البيوت اللي عندك؟ سمعتني ولا؟ مع العلم ان من اول انا اخاف اني لا سمعتكم تروحون تتركون